لسه ما ابتديناش الدوري واشتغلنا بقى في وجع القلب من لجنة المسابقات ولجنة البسلة اللي احنا فيها. الراجل طه عزت ده عليه شوية حاجات موت. الاهلي هيلعب يوم 15 تقريبا مع نادي كهرباء الاسماعيلية. فين؟ في السويس. حلو، تمام، كلام جميل، وان احنا هنلعب في السويس عشان الماتش ده بتاعهم، كلام كويس جدا. طيب قبلها باربع ايام بيراميدز هيلاعب كهرباء اسماعيليه. ماتش كهرباء اسماعيليه هيلعبوا فين؟ في قلب القاهره. احنا لسه ما عملناش اي حاجه. للكلام ده. فباينه قوي يا استاذ طه عزت انها باينه قوي انها مكشوفه. قبل منها هيلعب كهرباء اسماعيليه مع الجونه ومع سموحه ومع وادي دجله. فين؟ في اسماعيليه. كلام جميل. الراجل هيلعب المطوشه بتاعته في قلب اسماعيليه، يا اما مثلا في قلب السويس. وان الاهلي يلعب في قلب السويس مفيش حد عنده اعتراض على كده. بس ليه مثلا بيراميدز ما يلعبش في اسماعيليه او يلعب في السويس؟ ليه تخليه يلعب عندك اول ماتش؟ احنا لسه ما عملناش اي حاجه في الدوري، وهو باين من اوله. يعني باين التحامل شكله هيبقى عامل ازاي على النادي الاهلي.